يا رب اللي يعمل متابعة للفيديو ده ولايك حلو كده مني أكون أنا هو عند الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبة كباب حلة أو لحمة بالبصل مع رز أبيض كده، خطير وحكاية يا جماعة. حلو جدا جدا. تعالوا أقول لكم بتعمل ازاي. معايا حتة لحمة ناعمة كده بقطعها حلوة كده من عند الجزار. هبدأ إن أنا أقطعها معايا قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايز تقطعيها مكعبات تسيبيها صحيحة زي ما هي كده ماشي. لايك كتير ومتابعة للصفحة يا جماعة، يا ريت متابعة للصفحة عشان يوصل لكم مني كل جديد. معلقة سمنة معايا كده على النار وهبدأ انزل معايا باللحمة. خلي السمنة تسخن معايا كده على النار وانزل معايا باللحمة. هنزل معايا ببصلاية حلوة كده مقطعة شرايح رفيعة وابدأ ان انا اقلبها واسيبها تتشرب كده مع اللحمة وتستوي مع اللحمة تبقى طالعة دايبة جدا. معايا البهارات هنا حبهان، فلفل اسمر، ورق لورا، حبة من جوز الطيب وبس كده. هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض واغطي عليها واسيبها معايا حبة كده حلوين على النار. وهبدأ ان انا اديها تقليبة حلوة كده. معايا قرن فلفل سبايسي، واحدة كده من فلفل الالوان، حباية واحدة بس كده من الطماطم. وابدأ ان انا اقلب الكلام ده واسيبها بقى لما تستوي تبقى زبدة معايا خالص كده. اتقلبت خلاص كده معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا كوبايه واحده من الميه، كوبايه واحده بس كده من الميه، وابدا ان انا اقلبها عشان تكمل سواها معاكم زي ما انتوا هتشوفوا كده. حبايه واحده من البطاطس بقى وانزلي بيها في التركايه دي، بتاخد من طعم اللحمه، بتبقى طعمها رهيب جدا. تبقى غدوة حلوة كده أو عشوة حلو كده مع رز أبيض، بتبقى حكاية في منتهى الجمال. استوت خلاص معايا بالجمال شايفينه ده. حبة سمنة على النار وهبدأ أنزل أعمل معايا كده حبة رز أبيض عشان الصوص بتاع اللحمة ده رز أبيض جنبها يبقى حلو قوي قوي. ورقتين كده من اللورة، واحدة كده من الماجي. إن شاء الله في فيديو بعد كده هبقى أعمل لكم مرقة الدجاج معايا في فيديو بإذن الله تاني. حبة كده من الملح وابدأ ان انا اقلب واشوح كده في الرز مع السمنة حبة حلوين. كل ما تشوحي في الرز بيديكي نتيجة حلوة جدا. لازم الشوربة او المية تبقى مغلية مع الرز، يبقى متشوح حلو جدا على النار. بتاخدي رز مفلفل ومستوي حلو جدا حباية من حبة، بيبقى حلو قوي قوي. هبدأ انزل بالمية بمعيار المية اللي انا عاوزاه كده، وهبدأ ازود عليه. طبعا انا نزلت بمعلقة خل. الخل بيخلي الرز الابيض لونه فاتح وابيض معاكي جدا، بس مجابش التصوير معايا. يستوي خلاص وبقى مفلفل معايا زي ما انتم شايفين كده، حلو جدا. ويلا بقى نقدم الاكل بتاعنا. حبة لحمة بالصوص بالبصل كده او كباب حلة مع حباية كده من بطاطس رز ابيض، حكاية فيديو جميل.